السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هالة من قناة هالة حياتي. انا كنت معاكم في اخر فيديو، صورت ان انا في مطروح، ان انا رحت مطروح، وصلت مطروح، وقلت لكم هعمل لكم تفاصيل كتير هتنفعكم لو حد حابب يطلع رحلة فجأة بدون اي حجز. انا دلوقتي نازلة، طبعا احنا رحنا وطبعا حطينا شنطنا وغيرنا هدومنا، ويلا بينا بقى ايه، نعيشوا حياتنا وننطلقوا ونشوف البحر ونشوف البحور ايه الموجودة دلوقتي مفتوحة. احنا عارفين ان في طبعا اختلاف، لان كورونا خلت في بحور كتيرة مقفولة وفي بحور شغالة. هنعرفوا دلوقتي البحور اللي شغالة ايه واللي تنفع ان احنا نروحها في مطروح ونقضي يوم جميل قوي من اوله لاخره كده، وهنشوفوا هنعمله فيه ايه بكل تفاصيله. طبعا احنا كده نازلين من باب العمارة زي ما انتم شايفين. هنروح بقى نشوف البحر اللي ينفع نروحه دلوقتي. طبعا ده طريق الكورنيش، الكورنيش كله طبعا بحر، بس للاسف البحور دي ما فيهاش خدمات دلوقتي، يعني ممكن يكون فيها بحر واحد او اتنين، بتبقى شاطئ خاص، ممكن دي تكون شغاله بس، لكن بقيه الشاطئ الكورنيش كله مقفول، يعني ما فيهوش خدمات. وممكن تنزلوا كل حاجه بس مش هتلاقي شمسيه، ممكن ما تلاقيش كراسي، فطبعا هتبقى مش قاعده ظريفه لان الشمس جامده. فهنشوف بقى دلوقتي ايه البحر اللي ممكن نروحوه في مطروح الايام دي، شغال وجميل جدا وهيعجبكم بردك. هو في اكتر من بحر، هقول لكم منهم كام بحر موجودين مفتوحين. عندنا في كليوباترا، ده مفتوح. عندنا مينا حشيش، البحر اللي احنا وصلنا له ده دلوقتي بصور منه، ده زمردة في الأبيض. ده بحر زمردة، ميته جميلة جدا جدا جدا، المية بتاعته خطيرة كريستال كده، والموج بتاعه مفيش موج، يعني حركة المية ضعيفة، عشان في زي ما انتم شايفين كده الصخور المحطوطة دي بردك مساعدة ان مبقاش فيه حركة موج عالية فيه. البحر ميته رايقة جدا وجميلة جدا، وقت فيه جميل وممتع. ده بحر من البحور المفتوحة وفيه خدمات، الشماسي زي ما انتم شايفين والكراسي، بتأجري شمسية حسب العدد اللي انت عايزاه، كل شمسية معاها 4 كراسي. الشمسية تقريبا في حدود، يعني احنا طبعا كنا بناخده عشان انا كان معايا مامتي واخويا، كنا بناخده بالشمسيتين و8 كراسي. الشمسية الواحدة بتعمل في حدود 100 جنيه. ممكن انت بقى هتفصلي معايا انت وشطارتك. بصوا بقى كده الوقت دوت اللي هو ايه، الوقت اللي بعد العصر بقى. طبعا الناس ما شاء الله عدد كبير اهو، زي ما انتم شايفين بحر كبير جدا زمردة ده في الأبيض. تعالوا نشوفوا بقى شكل الصخور اللي قدام دي شكلها عامله ازاي، جميله قوي. طبعا بيطوروا كتير قوي في الشواطئ هناك، في حاجات كتيره بيعملوها. فمن ضمن المكان ده بيتجهز، يعني لسه الصخور دي فيها كده زي رصيف بيعملوه بتجهز. هنقربوا عليها كمان ونشوف شكلها من قدام، وهنشوف اكتر شكل المية من قدام. انا قلت البحور المفتوحة منها مينا حشيش وكليوباترا والأبيض وعجيبة، وكان في كمان من الشواطئ المفتوحة اللي هي شواطئ اللي فيها خدمات غير كليوباترا ومينا حشيش والأبيض. في روميلا، الروميلا بردك مفتوح، في روميلا شرق وفي روميلا غرب. انا هصور لكم بس الشاطئ ده، لان شاطئ كليوباترا انا كنت صورته معاكم قبل كده في فيديو بس السنه اللي فاتت صراحه. طبعا احنا خلصنا يومنا كده ورجعنا، خدنا دش وغيرنا ونزلنا تاني بقى عشان نكملوا يومنا. هنعمله ايه دلوقتي عشان نقضوا وقت جميل كده ونستمتعوا بالوقت اللي هنقضوه؟ بصوا دي دخلت المكان اللي احنا اجرناه. انا طبعا ما قلتلكمش انا اجرت ازاي الشقه. انا الشقه ما كناش حاجزينها من واحنا في اسكندريه، لا احنا رحنا هناك حجزناها، يعني كلمنا السمسار ودينا فرجنا على الشقه، الشقه عجبتنا قعدنا فيها. هنروحوا فين بقى؟ هنروحوا الملاهي قريبه جدا المكان اللي انا كنت فيه ده. هوريكم ان شاء الله في فيديو بعد كده ان شاء الله الشقه شكلها ايه وفي انهي منطقه. هي قريبه من شارع اسكندريه جدا، انا حابه المكان ده عشان قريب من كل حاجه احنا عايزينها ومن كل حته احنا بنروحوها. طبعا الملاهي هنا فرق ما بينها وما بين المكان اللي كنا فيه تقريبا ما يكملوش 10 دقايق مشي، يعني بس مشي ايه كده، يعني الشباب اللي بتحب تتمشى.
طبعا الملاهي طبعا لازم اكيد تحضري فيها وتقضي يوم وتقضي فيها وقتك حبه بالليل كده، جميله جدا. في الكورنيش قدامك ممكن تقعدي تعملي ايه تاني وانت هناك، بتعملي كذا حاجه. ممكن تأجري عجل، طبعا احنا لازم الاولاد يأجروا العجل، بيتش باجي والحاجات الحلوه دي كلها لازم. الاسعار بتاعتها عادي، اسعار الملاهي معقوله جدا. يعني المرجحه اللي هي الكبيره دي الساقيه 15 جنيه، يعني اسعارها كلها. الحاجه الالعاب الجامده شويه ممكن تلاقيها في حدود 30 35، الالعاب الجامده الخطيره شويه. خلاص كده خلصنا وقتنا في الملاهي، انا بختصر لكم الوقت على قد ما اقدر في التصوير. هنروحوا فين؟ نروحوا بأرزك نأجروا عجل بقى كده، كله في مكان قريب من بعضه مش بعيد. الوقت بالليل بيبقى جميل جدا وبتقضي فيه وقت حلو قوي. العجل بردك اسعاره رخيصة، يعني 10 جنيه بتاخدي فيها وقت حلو قوي، تقريبا الساعة او نص ساعة، انا مش فاكرة الوقت بالظبط يعني، بس هي البداية 10 جنيه. والبيتش باجي بردك طبعا بيبقى اغلى. كل انواع بقى واحجام العجل اللي انت عايزاها، من اول اطفال 2 و3 واطفال بيبيهات لحد بقى شباب كبار اللي انتوا عايزين، يعني اي العدد الاحجام كلها موجوده. خلصنا العجل بقى نروح على شارع اسكندريه. طبعا احنا عارفين المطروح مشهوره قوي بشارع اسكندريه، هتلاقي فيها كل حاجه بقى انت بتحتاجيها. في عندنا العطارين هناك، وفي بتوع الزيتون، في هدوم هناك رخيصه جدا على فكره، اسعار الهدوم جميله. الشارع مليان، انا كنت متخيله ان الدنيا هتبقى رايقه، لا الدنيا يعني ما شاء الله عدد كبير، ناس ياما برضه. لازم بقى تروحي كمان هناك فين، في جيلاتي عزه بقى، لازم طبعا ايه كل سنه كده. احنا عندنا واحد هنا بس لازم برضك بتاع مطروح. خلصنا يومنا حلو كده وجميل، ايه رايكم بقى؟ اختصرت لكم يوم كامل في 7 دقايق، جبنا حاجتنا وروحنا. ويا